السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا اللي احنا عايزين نعمله، قطعنا وقلنا الكباتن اللي موجودة فاهمة، كابتن فلان وكابتن فلان اللي طلعوا وقال لك احنا لازم نعمل يوم لدوت ويوم لده ويوم لده، مشينا وراهم عشان خاطر نشوف الدنيا هتوصل لفين، هنعمل ايه. قال لك بلاش تقاطع اندرايف عشان اندرايف ده برنامج تفاوضي اصلا يا جماعه. مشينا خلصنا الكلام، انت كلامك صح وهو برنامج تفاوضي. مين النهارده مستحوذ على النسبه الاكبر في السوق؟ اندرايف كام في المية من السوق؟ مثلا 70%، وحط ال 30% للبرامج التانية، ديدي، اوبر، كريم. يبقى ديدي، اوبر، كريم، بولت، وصلني، زيتس الجديد، كل دول ال 30%. طيب انا عشان اعمل اصلا مقاطعه اعملها ازاي؟ اجي اقول له لا والله انا مش هشتري من عندك النهارده. دخلت سوبر ماركت، الراجل غلى عليا في السوبر ماركت، فقمت رايح له قلت له لا انا مش هشتري من عندك النهارده، انا النهارده مش جاي لك. طب يا عم ما تجيش، بس بكره هجي لك. هو ده كده اللي الكباتن المحترمه قالت اصل احنا اجتمعنا وعملنا اجتماعات وعملنا دنيا وبتاع، عشان هو ده كده اللي الكباتن قالت عليه، وكلنا قلنا خلاص يا جدعان. انا واحد من الناس جيت طلعت قلت لكم نفس الكلام اللي هم قالوه. ليه قلت لكم كده؟ عشان هو قال لك احنا اجتمعنا وخدنا ناس واراء ومش عارف ايه ودنيا. طب نيجي نتكلم بقى في الصح ونعد بقى الخطوات اللي احنا المفروض نمشي عليها عشان خاطر الاسعار تمشي. النهارده الاسعار بقت اقل من الاول. هو الاقل دوت هما بيعملوه اقل ليه؟ كل شركه بتنافس الشركه الثانيه على الاقل. ليه؟ عشان تاخد اكبر عدد من العملاء، يبقى اكبر عدد من العملاء هي بتاخده، فبالتالي هي بتاخد اكبر نسبه موجوده. يعني انا النهارده لما يركب عندي 100 عميل ولا لما يركب عندي 10؟ هتقول لي يا كابتن ما هو ممكن ال10 بالاسعار العاليه، يعني بس ال10 دول اللي هم بالاسعار العاليه مش هيركبوا تاني. لو في اسعار عاليه مش هيركبوا تاني. تقول لي 10 بالاسعار العاليه زي ال100 بالاسعار القليله. النسبه هنا ممكن ال100 يعملوا معايا 1000 جنيه وال10 يعملوا معايا 1000 جنيه، فاصبح ان نسبتها هنا هي خدت مثلا 150 ولا 170 جنيه من ال100، والناحيه الثانيه ال10 خدت 150 او 100 جنيه او ايا كان، برضه هو نفس النسبه. يا عم لا، وانا ما بقولكش ولا تعلي ولا توطي، انا بقول لك احنا عندنا دلوقتي بنود، عندنا خطوات لازم نمشي عليها. احنا اول حاجه نعمل ايه؟ احنا عندنا برنامج واثنين وثلاثه واربعه. هل كلنا شغالين على برنامج واحد؟ لا، كلنا شغالين على كل البرامج. الناس اللي عربياتها قديمه هي اللي شغاله مع اندرايف، ودول اقليه مش كتير. طيب احنا المفروض نعمل ايه؟ اول حاجه اندرايف ده لازم يتقفل مش اقل من 3 ايام. 3 ايام اندرايف مفيش كباتن تشتغل على اندرايف. ما تقدرش 3 ايام يا كابتن، يعني 3 ايام ما تقدرش يا اخي. 3 ايام ما تعرفش تشتغل على اي برنامج تاني. اشتغل على ديدي، اشتغل على اوبر، اشتغل على البرامج التانيه. اقفل اندرايف 3 ايام، اقفل اندرايف 4 ايام. ايه اللي هيحصل؟ اندرايف بيقع. يبقى احنا عملنا كارت ارهاب للكبير بتاعهم. فاندرايف هتقوم عامله لك ايه؟ نازله لك بعروض للكابتن، نازله لك ببونص. ما هي لازم تبص، لازم تستحوذ على السوق تاني. معليه لك الاسعار بتاعتك. تقوم سيادتك رحت لاندرايف، تقوم سايب اوبر 4 ايام. ما تقوليش يوم ويوم ويوم ورجعنا اشتغلنا. ازاي؟ هي دي المقاطعه اللي انتوا قلتوا عليها؟ هي دي المقاطعه اللي اتكلمتوا عليها؟ مقاطعه يوم في احنا سيبناكم تهروا يوم في يوم في يوم. يا كباتن احنا مش صغيرين وانتوا مش صغيرين. بعد اذنكم نفذوا على ارض الواقع. بلاش شغل الجوع اللي انتوا فيه. كل عميل بيركب معايا لما باجي اكلمه يقول لك الاسعار غاليه جدا. اصلا غاليه ازاي يا عم؟ يا عم اجري غرفه ده، يروح يركب يا عم تاكسي وانت بتركب ازاي؟ فانا بقول لك بعد اذنك احنا عايزين نعمل حمله ان شاء الله. مش هقول لك النهارده ولا بكره، من يوم السبت عايزين نعمل حمله ان احنا من يوم السبت نقطع، والكباتن نخليها من يوم الجمعه عشان في كباتن كتير مريحه الجمعه. يبقى احنا نريح مع الكباتن اللي مريحه. نقطع اندرايف ده نهائي. 4 ايام اندرايف قسما بالله لو قعدنا 4 ايام ما نشغل برنامج من البرامج دي، قسما بالله لا يفلس ويرجع يبوس رجلك ويبوس ايدك. علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ترجع تشتغل تاني على البرنامج ويعمل لك كل المطالب اللي انت عايزها، ويبقى انت ضربت اكبر بني ادم فيهم، اكبر برنامج فيهم انت ضربته، الباقي كله يخاف منك. لكن بالطريقه اللي احنا فيها دي ازاي يعني يا كابتن؟ ازاي تنزل تاخد رحله 20 كيلو يا مفتري ب 80 جنيه؟ ازاي تاخد رحله 20 كيلو ب 80 جنيه؟ انتوا ايه يا جدعان؟ انتوا مجانين؟ انتوا خلاص انتوا الفلوس لحاسبكم وتقول لك انا هاخد تاخد في 20 رحله في اليوم وتاخد تبص لا العربيه في الاخر شنشت منك وهي مش عربيتك، عربيه الكلب اللي مأجرها لك بفلوس وخلاص. والله الله غالب عليكم عشان انتوا كباتن. انا مش فاهمكم، مش فاهم انتوا ازاي مش قادرين تسيبوا المهنه بتجيب لكم ملايين، مش قادرين تسيبوا 4 ايام على برنامج معين. ايه يا جماعه؟ احنا كلنا لازم نبقى ايد واحده، كلنا لازم نقف مع بعض. فانا بستأذنكم بعد اذنكم حضرتك وقف برنامج، شوف ايه، نجتمع
نقعد نشوف ايه البرنامج اللي انتوا عايزين توقفوه. بس انا بقول لك ان درايف لو وقف 4 ايام الدنيا اتحلت. 4 ايام يا جدعان، 4 ايام توقف فيهم ان درايف قسما بالله لا تلاقي الدنيا اتحلت. انما انتوا في ايه؟ 4 هنا و4 هنا و4 هنا، هتلاقي البرامج كلها لمت نفسها واحترمت نفسها. انت شغال بعربيتك يا ابن الناس، العربيه دي بتاعتك، انت شغال بيها. هو برنامج بيوصلك بالكابتن، ليه حق ان هو ياخد. برنامج بيوصلك بالعميل ليه حق ان هو ياخد نسبه عليه. ما يقوليش 20% نسبه، واحد تاني 30%، وواحد تاني ما تعرفش هو بياخد ايه. وكل عندك، الكل عندك انت، كل حاجه عندك انت. زيت عندك، بنزين عندك، تيل عندك، كل ما تتخيله. عربيه عفشه خبطت، عملت حادثه، ما حدش شافك ولا حد عرف عنك حاجه. فاتقي الله في نفسك قبل ما تتقي الله في غيرك. اتقي الله في نفسك وفي عيالك يا اخي. من غير سلام.